عمرك حسيت انك بتعمل تصميم على كانفا وفي الاخر بيطلع شكله عادي؟ والحقيقه ان المشكله مش في كانفا نفسه على قد ما هي في الطريقه التقليديه اللي الناس بتستخدمه بيها، عشان كده النتيجه بتطلع عاديه. في فيديو النهارده بقى انا هديك 5 تريكات على كانفا، كل واحده فيهم هتطور مستواك بشكل ملحوظ، ولكن التريكايه الاخيره بالذات هي قصه وحكايه وروايه كمان، وهي اداه جديده من كانفا اطلقوها من كام يوم، وعلى حد علمي الشخصي يعني لسه لحد دلوقتي محدش يتكلم عنها في المحتوى العربي. والاداه دي بقى كفيله ان هي تنقل مستواك في التصميم من هنا لهنا، ومن هنا لهنا. يا قلبي لا تحزن، بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا فتره ما عملناش فيديوهات شرح تعليميه على القناه، وانا بقالي فتره ما طلعتش اشرح وانا قاعد على الكرسي، كان كله بيبقى شرح على الواقف، فقلنا بقى نرجع بفيديو شرح تعليمي يكسر الدنيا. طبعا ما كانش فيه احسن من حبيبي الملايين وحبيبي انا شخصيا عمك كانفا. النهارده معانا 5 ادوات على كانفا انا جاي اعلمهم لك، ومن غير بقى ما نرغي كتير عشان الكلام لوحده ما بياكلش عيش، تعال نروح على الشرح العملي على طول ونشوف انا جايب لك ايه. اول تركايه معانا النهارده هي ازاي ندمج صورتين مع بعض بطريقه فوتوشوبيه، ومش مجرد اننا بس نقص الصورتين ونحطهم في تصميم واحد مع بعض يبقى كده عملنا لهم دمج، لا احنا عايزين نسيح الصورتين لا مؤاخذه مع بعض كده في التصميم. زي ما انت شايف معايا كده، احنا دلوقتي معانا الصورتين دول عايزين نعمل لهم دمج مع بعض. اول حاجه هنعملها هنروح على الصوره بتاعت العربيه دي ونسحبها كده علشان تملى التصميم، على اساس ان هي الخلفيه في الصوره يعني. وبعدين هنروح على صوره الشخص ده اللي عايزين نعمله دمج في الصوره ونفصله عن الخلفيه بتاعته، وده طبعا عن طريق ان احنا هنطلع فوق هنا وهندوس على باك جراوند ريموفر. وفي اعتقادي الشخصي يعني ان الاتجاه بتاعه كده مش لايق قوي مع الصوره، فانا هخليه يبص الناحيه الثانيه من هنا. ودلوقتي تعالى نروح على التركايه اللي احنا اصلا جايين نتكلم عليها، فتعالى لي على الشمال خالص كده وهندوس على كلمه ابس، وفي شريط البحث اللي فوق ده هندور على ابلكيشن اسمه ايمج بلندر، وهنختار اول ابلكيشن هيظهر لنا. وببساطه ووضوح يعني ومن غير تعقيد كتير، الاداه دي بتعمل تدرج في الصوره علشان تدمجها مع الخلفيه اللي تحتيها، وعن طريق بقى ان انت تحرك الخط اللي قدامك ده ممكن تتحكم في اتجاه التدرج بيبدا منين بالظبط، ومن هنا بيكون بامكانك انك تتحكم في شده التدرج المناسب للصوره اللي عندك. وبعدين بدوس على سيف، وده كده بيبقى الشكل النهائي للتصميم. واعتقد يعني الفرق واضح جدا، الصوره بتشرح نفسها. الاداه بقى رقم 2 معانا هي ليها علاقه بالتكست او الكتابه، ازاي تكتب كلمه او جمله بشكل مختلف وتضيفها للتصميم بتاعك، لان الكتابه هي من اكتر الحاجات اللي بتشد العين للصوره. يعني مثلا تخيل معايا ان احنا عايزين نعمل تصميم او بوستر لحاجه تخص السياحه، وعايزين نكتب كلمه ايجيبت في التصميم، بس تكون خلفيه الكتابه اللي احنا هنكتبها دي هي الاهرامات. تعالى بقى نشوف هنعملها ازاي. هنروح على الشمال وهندوس على كلمه ابس، وبعدين هندور على ابلكيشن بقى اسمه فونت فريم. الاداه دي بقى بتخليك تحط خلفيه للكلمه اللي انت عايز تكتبها، يعني زي ما هو واضح كده في المثال اللي هو حاطته لك. بكل بساطه كده حضرتك هتيجي هنا في البوكس ده وهتكتب كل الكلام اللي انت عايز تضيفه في التصميم بتاعك. يعني مثلا خلينا نكتب هلو ايجيبت. بعد ما هتكتب الكلمه اللي انت عايزها هتلاقي طبعا عندك شويه اختيارات بسيطه كده، ابرزها نوع الخط اللي انت بتكتبه، وكمان تقدر تتحكم في الفواصل والمسافات ما بين الحروف او الكلام نفسه، يعني توسعها او تضيقها. ومن هنا طبعا بنختار الخلفيه اللي احنا عايزين نحطها للكلمه، ممكن مثلا نختار صوره الاهرامات دي. بعد ما هتضيف الصوره هتلاقي نفسك ممكن تتحكم في حجم ومقاس ومكان الصوره جوه التكست بتاعك عن طريق ان انت تسحبها كده يمين او شمال، يعني حسب ذوقك. كمان هتلاقي عندك شويه اوبشنز لطيفه كده، زي انك مثلا تغير لون الفونت بتاعك، او انك مثلا تقدر تضيف ظل للكلام بتاعك وتتحكم في اتجاه الظل كمان، وفي مدى قربه او بعده عن التكست. بصراحه اداه بسيطه ولكن هتفرق معاك جدا في شكل وجاذبيه التصميم بتاعك. والاداه رقم 3 معانا النهارده، وهي من الادوات المحببه الى قلبي، وهي الموكابس. وفكرتها بمنتهى البساطه ان انت تحط صوره او فيديو على شاشه لابتوب او على شاشه موبايل مثلا علشان تستخدمها بعد كده في التصميم بتاعك. ومش بس كده، انت كمان ممكن تضيف الصوره دي على تيشرتات او على مجات او على برواز لو انت بتشتغل في مجال الطباعه. لو جيت رحت على جزئيه الابس زي ما احنا متعودين وكتبت في شريط البحث موكابس، هيطلع لك بقى اشكال كتير جدا من القوالب الجاهزه اللي ممكن تستخدمها، وهتلاقي فيها بقى يعني فيديوهات متحركه وصور ثابته وموبايلات وتيشيرتات ولابتوبات، وكمان هتلاقي عندك مجات وشنط هدايا. وبصراحه في تشكيله كبيره جدا ممكن تطلع منها شغل كتير لو انت مجالك هو الطباعه. طيب تعالى كده ندخل مع بعض على جزئيه الفيديوهات. هتلاقي بقى عندك تشكيله كبيره من الفيديوهات المتحركه اللي ممكن تخدم بيها فكره التصميم او الاعلان بتاعك، وبالتالي توصل الصوره احسن للجمهور. ممكن مثلا نختار التصميم ده وندوس عليه، وده انيميشن للابتوب متحرك.
والموضوع كله ببساطه يعني ان انا هجيب اي صوره لاي تصميم عندي او الصوره بتاعت المنتج اللي انا بعمل عنده الاعلان وهضيفها جوه اللابتوب اللي في الفيديو زي كده، وبسهوله جدا يعني بقى عندي فيديو متحرك للمنتج او التصميم بتاعي. واكيد طبعا انا مش قصدي ان هو ده الاعلان او ان هو ده التصميم اللي انت هتقدمه، ولكن دي تركايه ممكن ان انت تعمل بيها عنصر زي ده تخدم بيه التصميم او الاعلان اللي انت بتعمله. اتمنى انك تكون فاهم النقطه دي. طيب نعلى بقى شويه بالمستوى كده ونروح للاداه رقم 4. لو بصيت معايا كده للصوره اللي قدامك دي، هي يعني صوره بسيطه جدا ولكن فيها لمسه مختلفه كده، وهو الانعكاس اللي من تحت ده. وطبعا اللمسه البسيطه دي بتدي احساس مختلف للصوره زي ما هو باين قدامك. ازاي بقى تعمل اللمسه دي او الانعكاس ده على كانفا؟ هنرجع على كانفا تاني، وزي ما انت شايف معايا كده معانا صورة منتج حذاء رياضي عايزين نطبق عليه الفكرة بتاعة الانعكاس. أول حاجة طبعا هندوس على الصورة وهتعمل إزالة للخلفية علشان تفصل المنتج، وبعدين نظبط الاتجاهات والمقاسات بالشكل ده. وأول ما تبقى جاهز يا عم الحاج هتروح على أبس من على الشمال وهتدور على أداة اسمها ايزي ريفليكشن. هيقول لك ببساطة اختار عنصر في التصميم، فهنروح ندوس على عنصر المنتج بتاعنا. بعد كده هتلاقيه مديك 4 اختيارات تقدر ان انت تتحكم بيهم في اتجاه الانعكاس اللي انت عايزه، وكمان تقدر تتحكم في قوة الانعكاس ودرجة الشفافية بتاعته. وبعد كده بتدوس على اد تو ديزاين. بعد ما الصورة بتاعت الانعكاس بقى تنزل عندك في التصميم بتبدأ بقى تسحبها كده بالشكل ده، وكام حركة بسيطة كده بتظبط المقاس والمكان بتاعها علشان تتناسب مع التصميم. وممكن كمان حتة صياعة من عندك كده ان انت تعمل شادو او ظل ما بين الصورة الأصلية والانعكاس علشان تكون في الآخر بالشكل ده. وهعيد عليك الكلام تاني، أنا بعلمك تركاية تستخدمها في التصميم. يعني مثلا الانعكاس ده تركاية واحدة، ولكن لو كملنا التصميم ممكن يوصل معانا لكده. وممكن نبقى نشرح التصميم ده اتعمل ازاي في فيديو منفصل. لو حابين كده ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. انا بس حبيت اوصل لك الفكره في التريكات اللي احنا بنشرحها. ودلوقتي جه ميعادنا مع الاداه الخامسه والاخيره والاقوى في الفيديو بتاع النهارده، واللي بجد هتنقل شغلك وتصميمك في حته تانية. لو جيت مثلا فتحت بنترست وحاولت ان انت تتفرج على شويه تصميمات سوشيال ميديا من باب انك تاخد افكار لنفسك وتعمل تغذيه بصريه، وبعدين لقيت تصميم عجبك فحبيت ان انت تاخد منه مثلا الفكره، او حبيت تاخد منه عنصر معين جوه التصميم، او حتى حبيت ان انت تاخد الخلفيه بتاعته وتستخدمها، او حتى حبيت ان انت تفكك التصميم ده من بعضه وتعدل عليه وتعيد استخدامه باسلوبك. تعال بقى اقول لك تعمل كده ازاي. لو جينا مثلا بصينا على التصميم اللي قدامنا ده، انا عاجبني قوي مثلا العنصر بتاع اللمبه دي، فانا دلوقتي عايز استخرج العنصر ده من التصميم لوحده كده علشان احطه في التصميم بتاعي اللي انا بعمله. في بقى اداه جديده لانج لسه نازله في كانفا من كام يوم اسمها ماجيك لايرز، والاداه دي هتلاقيها على الصفحه الرئيسيه للموقع كده في وشك اول ما تدخل. لو جينا دوسنا عليها وبعد كده اخترنا الصوره اللي احنا حملناها، هتلاقي الموقع بدأ يعمل سكان للصوره ويفصصها حته حته. وبعد ما هيخلص الاسكان بتاعه هتكتشف بقى السحر اللي حصل في الموضوع. هتلاقي ان كل عنصر في التصميم اصبح عنصر قابل للتعديل، تقدر تعدل عليه او تحركه زي ما انت عايز، سواء بقى كتابة او عناصر او ايقونات. يعني كل حاجة في التصميم بقت مهلبية في ايدك. تقدر بمنتهى البساطة ان انت تروح على العنصر اللي عاجبك وتدوس عليه وتاخده كوبي وتنقله في التصميم بتاعك علشان تعزز بيه الفكرة بتاعتك. وزي ما انت شايف كده بمنتهى السهولة. لا انت كمان ممكن تمسح كل العناصر اللي في التصميم وتسيب الخلفية بتاعته وتشتغل عليها لو هي عجباك. وكمان ممكن تعدل على اي كتابة موجودة في التصميم وتغيرها وتكتب اللي انت عايزه. ولك ان تتخيل بقى كمية الافكار اللي ممكن تطلعها لو استخدمت الاداة دي. ولك ان تتخيل برضو كمية التصميمات اللي موجودة مثلا على موقع زي بنترست اللي ممكن تطلع منها عناصر وتاخدها تستخدمها في التصميم بتاعك علشان تحسن من جودة التصميم. ولو انت من الابطال اللي لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي ممكن تكتب لي في الكومنتات وتقول لي ايه رأيك في الادوات اللي احنا شرحناها النهارده، وهل هتفرق معاك في التصميم ولا لا. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.